هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا مشاهدي بثنا المباشر بث إذاعة بوير اف ام برنامج صحتك بالدنيا، حلقة جديدة وضيف جديد. ضيفي بالاستديو بهالحلقة هو الدكتور خير الدين حسين، اختصاصي بالأمراض الهضمية. خلونا نحن وانتو نرحب بالدكتور لحتى نبدأ بحلقتنا. يسعد مساك دكتور. ومساكم يا رسالة أخ عماد، أهلا وسهلا. شكرا للاستضافة وأخذ الوقت. بصراحة الأطباء هن أوقاتهم من ذهب، فنحن بنستضيفهم وناخذ من وقتهم لحتى مستمعينا ومواطنينا يستفيدوا. شكرا لكم دكتور. شكرا المقدمة الحلوة، وشكرا للتقدير للظروف اللي عم نعيش فيها. الله يعطيك العافية. شكرا لك دكتور. مستمعينا، للي حابب ينضم لنا أو أي حدا عنده سؤال بما يخص الأمراض الهضمية، طبيبنا هو اختصاصي بالأمراض الهضمية. رح نحكي عن التسممات الغذائية بفصل الصيف. يا ترى شو هي أو شو الأسباب، شو الأعراض، كيف بيتم العلاج؟ إذا حدا منكم حابب يسأل فينه يشيل السماعة 429 101. أيضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. فيكم تنضموا لنا عبر الرسالة عبر الواتساب. اللي برات البلد عبر رسالة عبر البث المباشر فيكم تنضموا لنا بوير عربي. رح نبدأ حلقتنا اللي هي بعنوان التسمم الغذائي. يا ترى كتعريف دكتور لمدخل لموضوعنا، يا ترى شو هو التسمم الغذائي لغة واصطلاحا؟ مساء الخير للجميع، لكل المستمعين والمشاهدين، وشكرا لإذاعة بوير. الحقيقة التسممات فينا نقسمها لتسممات الغذائية، 2 تسممات دوائية، 3 تسمم بالمبيدات الحشرية والسموم. يعني خلينا نقول موضوعنا هو طبعا التسمم الغذائي. التسمم الغذائي هو عبارة عن مصطلح، خلينا نقول ما هو مرض، إنما نقول نحن عبارة هو عن الأمراض المنقولة بالماء والغذاء، والأكثر شيء في الماء الحقيقة. فموضوعنا هو التسممات التي تحدث عند الإنسان بالطعام، التي تنقل عن طريق الطعام وعن طريق الماء الملوثين. تمام. هذا الاصطلاح اللي فينا نخبره. دكتور، شو السبب اللي بيخلي انه المريض او الشخص ينصاب او يتسمم بالمواد الغذائية او مثل ما ذكرت الماء؟ هلا في بلدان العالم المتقدمة التسممات أكثرها طبعا هي عادة تكون فيروسية، إنما في بلدان العالم الثالث اللي هو بلدنا يعتبر من ضمن تحتهم بلدنا سوريا، الأشياء هي الجراثيم الحقيقة. ولكن هناك في السنوات الأخيرة تظهر حوادث كما حدث في الكوفيد 19، فهو أيضا مرض فيروسي، ولكن شمل أيضا حدثت جائحة. نعم. يعني أصبحت جائحة وليس وباء أيضا. فأصبحت الدول المتقدمة والبلدان النامية يعني سواسية الحقيقة كان ناحية الإصابة والانتشار. تمام. ولو أنه السلك الصحي أو المنظومة الصحية في البلدان المتأخرة أو البلدان العالم الثالث أقل كفاءة بكثير، ولكن انتشرت في العالم. لكن بالنسبة للتسممات الغذائية حقيقة في بلدنا بلدان العالم الثالث هي أكثر شيء الجراثيم، في البلدان العالم المتطور هي الفيروسات. التسممات الغذائية تحدث إما نتيجة أثناء تحضير الطعام أو إنتاج الطعام، أو نتيجة أنه عدم التنظيف المواد التي، وخاصة أثناء التحضير ستات البيوت أو عمال المطاعم. الحقيقة إما تنتقل هذه الجراثيم والفيروسات أو الذيفانات لهذه الجراثيم إما عن طريق يحدث تسمم، إما عن طريق ذيفاناتها، أو بحد ذاتها الجرثوم نفسه يكون في الطعام ويحدث لدينا التسممات الحقيقة. تمام. دكتور، موضوع التسمم يا ترى هو مرتبط بموضوع العمر أو الجهاز المناعي؟ يعني في ناس
يعني بيذكروا انه هن بطول عمرهم كله ما انصابوا بحالة تسمم، وفي ناس بيضلوا على طول بيتسمموا سواء بسبب او بدون سبب. هاي لو توضحوا لنا اياها. جسم الإنسان بشكل عام في أي عضو من الأعضاء يحوي بنسميها نحن المناعة الطبيعية أو الغريزية، نعم. التي هي موجودة في جسم الإنسان، تكون بشكل حائط أو صد دفاعي ضد هذه الذيفانات أو الجراثيم. وبعض الأمراض يجب أن يصاب بها الإنسان لحتى تحدث لديه مناعة، سواء كانت مؤقتة أو مناعة دائمة. فهذه المناعة الغريزية فيها تختلف من شخص إلى شخص. فبعض الأشخاص لديهم عوز مناعة خلطية أو عوز مناعة خلوية. المناعة تقسم في جسم الإنسان مناعة خلوية وخلطية. الخلطية يعني هي الأضداد، هي الأجسام المضادة لهذه الذيفانات أو الجراثيم، موجودة في الدم أو موجودة في مجرى التنفس أو على سطح الجلد أو في مخاطية العين. فموجودة إما بالمخاطيات أو على سطح الجسم أو حتى في البلعوم. يعني تعتبر هي الوسائل السد، الخط الأول للدفاع بالنسبة للجسم. فهذه تختلف من شخص إلى شخص ومن عرق إلى آخر. أكيد. بالنسبة لنا الفئات التي تصاب بالتسممات هي طرفي العمر، اللي هن نسميها الأطفال والكبار. طرفي العمر يعني نقصد فيه الأطفال والكبار في العمر، يعني كبار العمر فوق 60 سنة. نعم. 2 الحوامل، أيضا المرأة الحاملة هي تعتبر من عامل الخطورة بالنسبة للتسممات. 3 المرضى الذين لديهم أمراض مزمنة، مثلا قصور كلية مزمن، قصور قلب، قصور خلية كبدية، أو المرضى الذين يأخذون مثبطات المناعة، نسميهم المرضى المثبطين مناعيا، الأورام يعني بين قوسين، أو بعض الآفات المناعية أيضا نعطيهم مثبطات المناعة، فهؤلاء هم المصابين. هذول هن المجموعات الأربعة الحقيقة. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر على اللي بينصابوا بموضوع التسمم شو هي اللي بتظهر عليهم؟ الأعراض تتراوح من أعراض خفيفة أو لا أعراض كما نقول تقريبا إلى الاستشفاء، يعني القبول في المشفى. الأعراض هي بشكل عام هي وهن، تعب عام، آلام عضلية، آلام مفصلية، غثيان، إقياء، ألم بطني، إسهال، حرارة، تعرق، عرواءات. الإسهالات أحيانا تكون مائية، أحيانا تكون مخاطية مدمات. الحرارة ممكن تكون خفيفة، تتراوح من 38.5 إلى 40-41، من خفيفة إلى شديدة. ممكن تحدث لدينا أعراض عصبية، بعض الفيروسات وبعض الذيفانات وبعض الجراثيم تحدث لدى المريض أعراض عصبية. يعني ممكن يأتي المريض أحيانا بهذيانات، بتخليط ذهني. أيوة. قد يكون سبب ارتفاع الحرارة العالية، والسبب الثاني الفيروس أو الجرثومة بحد ذاته يؤذي الجملة العصبية المركزية، فيأتي المريض بأعراض هذيانات وتخليط ذهني الحقيقة. هذا ربما عند الكبار السن أكثر. الكبار السن يتأثرون أكثر. مثل ما قلنا هي مجموعة عالية الخطورة، والأطفال. والشيء الاختلاط الخطير اللي نخاف عند الأطفال هو اضطرابات الشوارد والتجفاف. أيضا عند كبار العمر نخاف من التجفاف. الاختلاط الخطير هو التجفاف واضطرابات الشاردية، وممكن تؤدي إلى حدوث قصور كلوي حاد. تمام. حابب أذكر مستمعينا اللي هلا عم يسمعونا على الموجة 103.5، انتو هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور خير الدين حسين، اختصاصي بالأمراض الهضمية. أي حدا عنده سؤال فينه يتصل معنا عبر الرقم الأرضي 429-101 أو عبر الواتساب 093-82-80-81-4. يلي برات البلد حتى فيكن عبر البث المباشر بويا العربية عبر رسالة، رح نجاوبكم إن شاء الله بآخر الحلقة. والأخ كمان في رسالة أيضا على البث المباشر أكيد رح نجاوب عليها. دكتور، إيمت بيستدعي مريضكم حتى يمكث بالمشفى؟ يعني كتير حالات بتعالج ربما بالعلاج المحافظ أو عفوا العلاج الدوائي. إيمت بيلجأ المريض لحتى إنه هذا مريض خلص صار بده مشفى؟ الموضوع اللي عم نحكي عليه هو الحقيقة موضوع شائع كتير، وخاصة في فصل الصيف مثل ما قلنا، بسبب الخضروات الخضراء وبسبب الفواكه الموجودة والطعام، الأطعمة الجاهزة. وأغلب العالم أحيانا تتغدى أو تتعشى في مطاعم ومنتزهات خاصة. الموضوع هو شائع الحقيقة، والأشخاص بحد ذاتهم يمكن يشخصوا حالهم بحالهم. نحن باللغة الطبية نقول هو المرض محدد بنفسه. تمام. يعني سيلف ليميتد، محدد لذاته. أغلب الحالات يميل المريض أو يتماثل المريض إلى الشفاء بدون الحاجة إلى الاستشفاء، يعني قبول في المشفى، بسبب أنه الأعراض خفيفة، سواء كان وهن، تعب عام،
ألم بطني خفيف ماغص، ممكن بعض الإسهالات عدد مرة لاثنين ثلاثة، إسهال ما يكون مائي، حرارة تكون خفيفة لمتوسطة. لكن ما يهمنا هو الحالات الشديدة، متى ما حدث لدى المريض إقياءات وإسهالات شديدة، يعني عدد مرات الإسهال أكثر من 4 إلى 6 مرات، الإقياءات 2 إلى 3 إلى 4 مرات، فهنا المريض معرض للتجفاف. 2 المرأة الحامل إذا حدثت هذه الأعراض، الحامل بالذات يجب أن يعني نقبلها في المستشفى، تعالج في المشفى. الكبار في العمر اللي ظهرت عليهم أعراض الحرارة العالية، الهذيان، عدم القدرة على تناول السوائل تماما، هل هذا الشخص غير كافي على أن يأخذ كفايته من السوائل، فهذا يعني بحاجة إلى قبول. والمرضى المثبطين المناعين أيضا هذول بحاجة إلى استشفاء. فبشكل عام الأعراض الشديدة هي ونسبة خفيفة بصراحة لا تتجاوز 10% من الحالات التي ذكرنا عنها هي التي تحتاج إلى الاستشفاء. أغلب المرضى بعلاج إما منزلي أو حتى بعلاج فموي في حال كانت الإقياءات غير موجودة، فقط غثيان، ممكن تكون الإقياءات غير موجودة نعم. لكن إن حدثت الإقياءات والإسهالات بشكل واضح، زائد الحرارة العالية، زائد علامات الوهن والتعب العام، وأصبحت الأعراض شديدة، فهذا المريض بحاجة إلى استشفاء. تمام. نعم. دكتور، إذا المريض انهمل أو يعني ما اهتم بحاله أو ما تشخص هذا المرض وضل على هالحالة، سواء كان كبير بالعمر أو ونتيجة اضطرابات بالشوارد، نقص بالشوارد والسوائل، ممكن يوجه عامل الخطورة يعني لوين بده يوجه عامل الخطورة؟ أهم اختلاطين بنخاف منه الاضطرابات الشاردية مثل ما ذكرت حضرتك. الاضطرابات الشاردية كل شاردة في الجسم إلها خاصية. شريدة الصوديوم في حال انخفض إلى حد ما تظهر أعراض عصبية بشكل حاد. أيوة. في حال صار تجفاف وارتفعت أيضا تؤدي إلى آفات مزيلة للنخاعين في الجملة العصبية المركزية. شريدة البوتاسيوم كتير مهمة. في حال صار نقص ممكن يصير عندنا شلل عضلي. أيوة. ممكن يصير توقف عضلي قلبية إذا انخفضت البوتاسيوم بشكل منيح. ممكن يصير عندي إقياءات معندة. أيوة. أنت عم تعالج المريض ولكن لم تعوض الشوارد، فسوف تحدث هذه إقياءات معندة. هبوط البوتاسيوم بشكل مفاجئ يؤدي إلى الشلل العضلي، يؤدي إلى حدوث توقف القلب. ممكن يؤدي إلى اثنين شاردة الكلور أيضا نقصها مهم. شاردة الكالسيوم أيضا مهمة. الكالسيوم في حال صار نقص كالسيوم يحدث المريض تكزز وممكن يؤدي إلى تشنجات شديدة وآلام مغصية شديدة. تماما. مغص، معص عضلي، بالإضافة إلى مغص في الأمعاء دقيقة يزيد تنبلة. بالأصل لدى المريض مغص، يحدث لديه أيضا آلام مغصية شديدة. إذا اضطرابات الشوارد كثير. القصور الكلوي الحاد الذي ممكن يؤدي إلى الوفاة. قصور كلوي حاد حدث لدى المريض وأهمل حاله، لم تعوض السوائل بشكل كافي، الكلية تحتاج إلى ماء. أكيد. والشوارد يجب أن تكون مضبوطة، فيحدث لديه نقص في الصادر البولي، يحدث لديه نقص في الرشح الكبي، اختلاطات حماض نسميه نحن حماض استقلابي. نعم. وبالتالي تؤدي إلى قصور أجهزة متعدد، ممكن يؤدي إلى الوفاة الحقيقة. تماما. ممكن يؤدي إلى أذية دماغية دكتور أو مستبعد يعني؟ الأذية الدماغية في حال كانت الفيروس، وعلى الأغلب وهي الجراثيم التي تؤدي بصراحة. الزيفانات الجرثومية ممكن تؤدي لها تأثير مباشر. أيوة. سواء كان الجرثومة أو ذيفان الجرثومة ممكن تؤدي إلى أذية عصبية أو اختلاطات الشاردية اللي ذكرتها اللي ممكن تعطي لي اختلاطات عصبية. تماما. دكتور، وصلنا لموضوع العلاج. يا ترى كيف بتعالج؟ هو ضمن حديثكم شوي ذكرتوا موضوع العلاج، بيكون دوائي أو ايمت بيستدعي المريض انه ياكل، يعني بيحتاج ل سواء الإماهة وريدية. العلاج لو تحكوا عنه. الحالات الخفيفة إلى المتوسطة خلينا نقول هي العلاجات الفموية. نعم. على رأسها الإماهة، وهي لازم نركز عليها كتير كتير يعني. كتير. الإماهة يعني إعطاء المريض سوائل كافية وخاصة الماء. تماما. بنركز دائما، أنا سواء كان بعيادتي أو بالمشفى أو وين ما كان، بخبر مريضي أو حتى أحيانا مريض يتصل معي دكتور عندي هالأعراض هاي. نعم. عندك التهاب معدة ومعاء حاد، أو مثلا تسممت بأكلة معينة. حتى عبر منبرنا كمان لكل مين عم يسمعنا، يا ريت تاخذوا بنصيحة الدكتور، عفوا عن المقاطعة أكيد، تسمعوا بنصيحة الدكتور حالات التسمم. المعلومات هاي مهمة جدا كتير، يا ريت تسمعوا. فشرب الماء بكميات كبيرة. يا دكتور أنا بشرب لترين، بتشرب 5 لتورة، وخاصة ما عنده أمراض مزمنة. إذا شرب الماء، الإماهة رقم 1. 2 الراحة التامة في البيت، سواء كان في البيت وإذا كان في المشفى راحة تامة.
هاي واحد. واغلب الحالات مثل ما قلنا هي حالات محدده لنفسها، فبالتالي الاماهه الكافيه والراحه. اثنين، نمتنع عن الأطعمة الثقيلة، خلينا نقول على الهضم، يعني نمتنع عن الدسم والبروتينات بشكل عام. نبقي حمية المريض على الأكلات نسميها بين قوسين النشويات اللي هي سهلة الهضم، ما بتحتاج لخمائر كتير، ما بتحتاج لجهد، ما بتحتاج لخمائر كتير لا يصير، اللي هن مثلا الرز، البطاطا، الفواكه، خاصة الفواكه المقشرة يعني بصراحة. وهناك بعض الفواكه التي لها دور في حدوث مثلا أو الانقاص من الإسهالات. قد يكون هذا غير علمي دقيق، ولكن بصدفة التفاح المقشر كويس، الموز ممتاز، لكن بشكل عام الأكلات الخفيفة على الهضم. ولكن رقم واحد مثل ما أعود وأذكر الماء، الإماهة هو رقم واحد، والراحة زائد الأكلات خفيفة عليه. نمتنع عن الدسم وعن البروتينات الحيوانية اللي هن اللحم، الجبنة، وبياض البيض. لكن بياض البيض مستثنى بصراحة، المرضى بيتقبلوه، يعني الشخص يتقبل هالشيء، ما بلاقي بصراحة صعوبة في إنه المريض والله صار عنده الإسهال أو زاد. لكن الدسم كتير مهم، بالإضافة للتوابل والبهار، هالأكلات المخرشات للمعدة ما بدنا إياها بصراحة. قبل هدول كل هالعلاجات هاي، أنا بنصح كل ستات البيوت وكل عمال المطاعم الرجاء ثم رجاء ثم رجاء الاهتمام بموضوع النظافة. الموضوع النظافة يأتي من الذي يحضر الطعام، سواء كانت ست البيت يعني ربة المنزل، أو سواء كانت في العمال المطاعم. فالنظافة كتير مهم. ليش؟ لأنه مع الأسف خضرواتنا مسقية الأغلبية بمياه المجارير، فتحتاج إلى تعقيم وتطهير بشكل دقيق. وأعود أركز أن دائما وأبدا النظافة حتى الشخصية، المرأة التي تحضر طعام في البيت، قص الأظافر بشكل دائم، تنقيع الخضروات بشكل كويس ببعض المعقمات الصالحة التي يعني ما تؤذي الجسم، كتير مهم كتير، وننقعها بشكل كويس من أجل تحضير طعام يكون خالي من هالجراثيم والذيفانات هاي. الأكلات التي خلينا بين قوسين بالعامية اللي تبات، اللي في البراد، خاصة الرز، البطاطا، اللحمة، بتمنى أنه قدر الإمكان ما يعاد تسخينها. بعض الجراثيم، بعض الزيفانات تتنشط في حتى الأكل في البراد محفوظ البراد، ولكن تتنشط في الجو البارد وتتكاثر هذه الجراثيم أو زيفاناتها، تحدث أذية فيما بعد. حتى لو تم تسخينها يكون طرأ التطورات اللي ما نريدها صار بالطعام. عدم طهي الطعام، المعلبات قدر الإمكان نطلع على تاريخ صلاحيتها، نحاول الابتعاد عنها قدر الإمكان، الأمان يعني المعلبات خاصة. الحليب مثلا يجب بسترة الحليب. تعريف البسترة هو عبارة عن غليان الحليب لمدة 15 إلى 20 دقيقة غليان، وليس أغلبيتنا عندما يفور الحليب يتم إطفاء الغاز. هذا خطأ فادح. 15 دقيقة غليان. قد يتسأل بعض الناس يا دكتور ما رح يضل فيه انت جبت لترين؟ لا، ما جبت لترين حليب، سوالي نص كيلو لبن، معلش. لكن احسن من انه يصاب العائله كامله بحمى مالطيه وتضع مصاريف بقد خاصه وخاصه في هذه الفتره غلاء الادويه والاسعار كل شيء. الحقيقه بسترة الحليب قدر الامكان اذا كان عندنا في البيت الابتعاد، ربة المنزل يعني دير بالها على هي عم تربي المواشي، وهي تعتني بحالها الحقيقة، ينتقل عن طريق مفرزاتها وعن طريق لحومها. والبيض يجب غسل البيض بشكل جيد جدا قبل كسره، لأنه خاصة سالمونيلا التيفية موجودة فيه بتنتقل، وخاصة البيض يعني معروف لدى الجميع أنه هي عبارة عن تخرج من مؤخرة الدجاجة، فهي ملوثة، فيجب أن تنظف بشكل كويس قبل كسرها. فموضوع الوقاية هي أهم بالنسبة للمرض المنقول بالغذاء. الاهتمام بمرحلة ما قبل التحضير الغذاء هو الأهم من كل شيء برأيي الشخصي. دكتور، في سؤالين أكيد. الأخ عم يسأل إنه إذا كانت هناك حالة تسمم كيف تقيمون هالحالة عند تناول الشخص للخضار اللي تم رشها بالمبيدات الحشرية؟ كيف يتبين معكم انه هي حالة تسمم او بمبيد حشري؟ ما بعرف يعني. نعم. اذا كان سؤال واضح. واضح. قصد الاخ هو عبارة عن المبيدات الفوسفورية بنسميها، المبيدات الحشرية، مركبات الفوسفور بنسميها.
دائما أبدا مهنة الشخص عندما أي مريض نحن نستجوبه بالعادة أحيانا بعض المرضى ينزعجوا دكتور شو هو تحقيق؟ لا يا أخي، في بعض المهن بعض الأمراض متعلقة بالمهن نسميها نحن الأمراض المهنية. نعم. فأنت مثلا مربي أغنام، مربي طبعا راح توجه لأمراض اللي تنتقل فيها، وخاصة الحمى المالطية في بلدنا فهذا الشخص اللي يجي شخص بيكون يا إما مزارع يا إما فلاح يا إما هو عم يسقي البندورة والخير، بيكون مرشوش بالمبيدات الفوسفورية. أكيد. والمريض تناولها بدون أن يغسلها، فتكون فرضا أكل خيارة أو بندوراي إلى آخره، بندورة 2، أو حتى بيكون شرب هذه المواد بالخطأ ربما. فهنا مهنة الشخص توجهنا نحو شو كان عم يشتغل، شو صار معه، أكل مثلا من المكان الخضروات، من المحاصيل أيوة. أين كان المريض في لحظة التسمم؟ أيوة. يعني هل فبالاستجواب نتوجه حوالي 90% لأي مرض كان تشخيص. فهنا نتوجه. بعدين المريض لما يكون هو عم يرش أو مثلا تناول هاي المريض في رائحة خاصة له، الطبيب الفاحص يستنبط أو يستنتج من رائحة المريض، خاصة إذا كان قد استفرغ أيضا أثناء لحظة إسعافه من المكان الحادث إلى المشفى أو إلى العيادة، سوف نستنشق. فالخطوة الأولى لهذا الشخص هو عبارة عن إزالة كافة الملابس التي كانت على المريض مشان ما يعاد امتصاصها من الجلد والأغشية المخاطية. هاي مهمة فكتير مهمة إنه يخلع ملابسه جميعا ويحمم المريض ويلبس ملابس أخرى جديدة. وهنا بمركبات الفوسفور العضوية كتير مهمة إنه المريض يجي بأعراض واضحة. أنت لما تفحص المريض كتير مهم نشوف مفرزات زائدة. شوف المريض عنده العاب شديد. 2 نسمع خراخر، نسمع انه خرخره ببلعومه وهي نتيجه المفرزات الزائده. 3 احمرار بالوجه، خفقان في القلب. نلاحظ ان المريض متهيج، نلاحظ حدقه المريض متقبضه. تقبض حدقة كتير مهمة خاصة بالمركبات الفوسفور العضوية. فهون نستنتج بفحص العصبي وفحص العين انه فحص بسيط يعني نلاحظ تقبض في الحدقتين. ممكن ان يكون المريض ظهر اعراض عصبية، تشنج عصبي واضح. نعم. فهي التسمم مركبات الفوسفور العضوية، وهي حالة تحتاج إلى تداخل دوائي، ويبقى المريض قولا واحدا في المشفى، وقد يحتاج إلى عناية مشددة لأنه يحتاج إلى أدوية بنسميها نحن الأتروبين. بعض الإبر بنعطي المريض أتروبين لحتى يحدث لديه أعراض الانسمام بالأتروبين. هنا نعاكس فعل المركب الفوسفوري العضوي. هون بنعطي الأتروبين لحتى يحدث لديه إما تسرع قلب أو يحدث لديه احمرار في الوجه أو لحتى تتوسع الحدقة. وللأمان لحتى تتوسع الحدقة هنا قد يحتاج أحيانا 100 أنبولة أتروبين أعطينا للمريض، بحيث نعاكس هذا الفعل. هنا نستنتج أن المريض أو أنت كطبيب أعطيت الدواء المناسب والكمية اللازمة للقضاء. وفي مادة أخرى أيضا براليدوكسين نسميها، أيضا أعتقد غير متوفر في محافظتنا، أيضا نعطيه تسريب وريدي، أيضا يعاكس بعض التأثيرات الجانبية لهذا الدواء. تمام. سؤال آخر أيضا دكتور عم يسأل أنه عند تناول بعض الأغذية المعلبات، مع العلم أنه العلبة غير منتهية الصلاحية ومع هالشي هذا عم يصيب أحيانا بتسمم وآلام في البطن، شو السبب؟ هو عم يحكي عن معلبات أحيانا تكون ربما سوء تخزين أو كذا. إما بالإنتاج مثل ما حكيت أنه أثناء الإنتاج في خلل بالإنتاج أو خلل بالتخزين طالما فترة الصلاحية سليمة. فوحدة من هدول المرحلتين، مرحلة الإنتاج قد يكون في خلل فيه، أنت المادة الأولية لما جهزتها يكون في خلل فيها، لحم غير مطهي بشكل جيد أنت علبته، طهي ناقص، أو بعض أو أثناء التخزين كدرجة الحرارة، كدرجة الرطوبة، الجو اللي أنت احتفظت فيه المادة. فغالبا يا إما أثناء التحضير أو أثناء التخزين. تمام. دكتور، السؤال الأخير اللي هو بخصوص التعقيم أو التنظيف، يا ترى غسل الخضار إذا افترضنا بالماء فقط يعني هو جيد، ولكن أو شو بتنصحوا سيدات البيت للي عم يسمعونا هلا لحتى يستفيدوا؟ شو المواد اللي فينا نعقم هالخضار أو نغسلها بطريقة أفضل ما يعني ما تأذي العائلة أو اللي عم يتناولها؟ هلا الماء والملح بالنسبة الورقيات كتير مهمة. الماء والملح كتير مهم. الخس والبقدونس تنقيعها في الماء لمدة ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى حتى نصف ساعة. الفواكه هي الماء والصابون. الحقيقة الماء والصابون هو أفضل من كل شيء. أيوة.
غسل اليدين، ايوه، الماء والصابون كتير مهم كست ربة منزل. انت ايضا كشخص بدك تيجي تاكل يفضل انك تغسل ايديك بالماء والصابون، فيضل الماء والصابون هو اهم المنظفات والمعقمات بالنسبة لنا. انما بالورقيات الخضراء الماء والملح كتير مهم. قد تكون هناك بعض المنظفات لا اعلم الخل دكتور احيانا بينقعوها بالخل، هاي ما بعرف اذا ما خل التفاح يعني هاي ما تندرج ربما. ما تندرج، لكن الحقيقة الماء والملح كتير مهم. مرة ومرتين وثلاثة لحتى يعني نحن أو هي عم تلاحظ أنه مثلا ما عاد في شوائب، ما عاد في أو طلع مي نظيفة، ما لاحظت في حشرات صغيرة. بدك أنت يعني بصراحة تماما. والمهم أنه مثل ما يقول أحيانا اللي بتجي مثل الباقات خلينا نفردهم يعني بشكل أكيد. مو أنت مثلا قطعت البقدونس فرضا وحطيتها كلها هيك، لا، يفضل قطعة قطعة وتنقع بشكل واضح يعني تمام. بشكل جيد. إذا الماء ما بيكفي الماء دكتور. لحاله غير كافي طبعا. دكتور رح نختم لقائنا بشوية نصائح وقائية لسيدات المنزل لكل اللي عم يسمعونا بما يخص التسممات الغذائية. كم نصيحة؟ غسل اليدين بالماء والصابون قبل البدء بعملية تحضير الطعام، قص الأظافر دائما وأبدا بشكل جيد، طهو الطعام بشكل جيد، عدم ترك الطعام في المكشوف. 3 أتمنى أنه الأكل لا يعاد تسخينه مرة أخرى. بالنسبة للحليب ذكرت أنه بسترة الحليب كتير مهمة. وكمان بقناعتي أنه في مرض كمان كتير عم بذكره أنا بخاف منه كطبيب، هو مرض العامل أو فيروس الالتهاب الكبد البائي. أتمنى أنه كل امرأة حامل بنساوي له عامل أسترالي، بتمنى كل ست بيت إذا نعمل لها عامل أسترالي بيكون كتير ممتاز، لأنه كتير مهم كمان. ولو بالعمر مرة واحدة. نعم. فإذا كانت إيجابية مشان يعني نهتم بهاي المريضة أو مثلا نمنعها من تحضير بعض الشغلات. تمام. ليس كل للأمانة ليس كل الأمراض، وإنما بعض الشغلات ناخذ حذرنا منها. فيضل عندي هو بصراحة التعقيم أو خلينا نسميه التطهير أو النظافة، يضل عندي هو رقم 1 بالنسبة للأمراض المنتقلة بالماء والغذاء. شكرا كثير لكم على هالمعلومات القيمة دكتور خير الدين حسين، اختصاصي بالأمراض الهضمية. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول والبث المباشر لافا سلمان ولورين عثمان. للأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة، تضلوا بخير وسلامة.